ازيكم يا حبايب قلبي؟ لو لسه ما عملتيش السردين، تعالى اقولك هتعمليه سردين حلوة قوي وهتاكلي منه بعديها بيوم او يومين. حاجة كده اللهم صل على النبي، حاجة حلوة قوي 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 وجميلة جدا جدا وبطريقة حلوة. بس ما تنسيش تصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وتعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم يا حبايب قلبي. هنا بجيب السردين البلدي، بشطفه تحت الحنفية وتحت منها مصفى، بشطفه مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده بسيبه في المصفى كده. ممكن يعني ياخد له 5 ساعات من الصبح لحد بالليل، لحد ما ينزّل كل المَيّة اللي فيها دم ديّة زي ما أنتم شُفتوا كده. وبعد كده هاروح جايباه وأحطه على فوطة أو مناديل مطبخ وابتدي إن أنا أنشّفه. أهم شيء عشان النجايح أي حاجة بتخلّليها ما يكونش فيها ولا نقطة مَيّة، المَيّة دي هتبوّظه وهتخلّيه يعمل ريحة مش حلوة. فأنتِ أهم شيء إن أنتِ بتغسليه وتغسليه كويس جدًا، جدًا، تدخّلي المَيّة في الخياشيم تنضّفيه، يعني اللي هو ما يبقاش فيه أي حاجة، وتصفّيه عشان تبقي ضامنة إن هو مش هيبقى فيه أي دم. باجيب المناديل المطبخ بانشّفه كويس جدًا زي ما أنتم شايفين، وبانقله من مناديل لمناديل. طالما المناديل بتبقّع كده يبقى هو لسه فيه سوايل ومَيّة، وتضغطي عليه كده من ناحية البطن والراس عشان لو فيه أي مَيّة أو أي دم ينزل. أنا أهو باحطه تاني في مناديل تاني وهانشّفه لحد لمّا أتأكد إن هو ما فيهوش أي حاجة خالص. تمام كده، تمام، تمام. هابتدي أجيب بقى الملح بتاعي. أنا باجيب ملح صخري أو الصخري دوّة اللي هو خِشن، وهاجيب 3 معالق أو 4 معالق، هو مش هيفرق أوي، بس لو ملح الناعم هيبقى 3 معالق عشان ما يبقاش مملح. هاحط معلقة من البابريكا، معلقة من الشطة، نُص معلقة كركم، تمام، وورق لورا ده في الآخر هاحطه معاه. الورق اللورا عشان ما يعملش ريحة زي ما أنتم شايفين كده، بس هاحطه في الآخر ما يعملش ريحة للسمكة وتبقى حلوة جدًا. تعمليه في كيس، تعمليه في علبة، أهم شيء الأكياس. هاجيب العلبة كده وأحط فيها 3، 4 أكياس جواها عشان لمّا آجي أقفل عليه وكده. هاجيب بقى السمك بتاعي زي ما أنتم شايفين كده أهوّة، وأبتدي إن أنا أرُش شوية من الملح من تحت في الأرضية اللي هو الملح بالشطة والبابريكا وكمان الكركم، وهابتدي أحط السمك أرصه زي ما أنتم شايفين كده. يعني أرص صف ب بن يعني الراس كده عدلة، وصف الراس الناحية التانية ناحية الديل، يعني عكس عكاس، إن أنا ألِف السمكة عكس عكاس كده. وبين كل طبقة وطبقة بارُش طبقة من الملح، واحط ورق اللورا عشان يبقى الملح غامر كل حتة في السمك، وورق اللورا عشان الريحة ما يبقاش عامل ريحة فَجّة معايا. تمام كده أهوّة. هافضل بقى أرُص السمك زي ما أنتم شايفين، واحاول إن أنا أمسحه كويس جدًا واضغط على الراس لو في أي دم أو أي حاجة، لحد لمّا أخلّص الكمية بتاعتي اللي أنتم شايفينها ديّة. أنا هنا عملت حوالي كيلو من سمك السردين البلدي. وفي الآخر بقى يعني بين كل طبقة أوراق، وراق بارُش بقى إيه، الملح بتاعي بالخلطة بتاعته ديّة لحد لمّا أخلّص الكمية. بعد كده باروح جايبة بقى أحُط حبّة من الزيت فوق الوش كده أهو، عشان خاطر تدّي له لمعة ويبقى حلو محافظ على اللمعة بتاعته، ويبقى حلو الخلطة بتاعتي ديّة. وأقفل الأكياس بطريقة محكمة جدًا، و ما ادخّلش فيه أي هوا، يعني لو في أي هوا زيادة باطلّعه على طول. دي الطريقة المضمونة جدًا. باحط قرن فلفل أحمر فوق الوش، دي طريقة مضمونة جدًا تطلّع لِك السردين أو أي حاجة أنتِ بتخلّليها أو البسارية بتطلّعه حلو جدًا يومين وهتاكلي منه عشان تبقي ضامنة إن هو اتخلِّل كويس وبقى مضمون وحلو، يطلع معاكِ دايب. وقفّلت عليه العلبة كده وأحطه كمان في كيس بلاستيك، وكل يوم أقلب في ناحية في اتجاه، يعني أفتح العلبة كده وأقلب الشنطة زي ما أنتم شايفين كده في اتجاه. بتقعد قد إيه، يومين ممكن 3. وعملت في كيسة سمرا عشان مثلًا إيه، أحجب الضوء عنها ويكون مكان يعني جيد التهوية وكمان يكون دافي، يعني ممكن ضرفة المطبخ أو أي حاجة. هنا أهوّة فتحت عليه زي ما أنتم شايفين بسم الله ما شاء الله، وهابتدي أوريه لكم. يعني حلو أوي، ريحته مش نفاذة زي أي ريحة نفاذة. مستوي معايا طري حلو جدًا. عايزة أوريكم هو من جوّه قلبه عامل إزاي. بتشيلي السلسلة كده وبيطلع معاكِ زي العسل. بصراحة عسل وطري معاكِ وجميل جدًا زي يعني مرهمي كده. حلو أوي، أوي، أوي. والصوص اللي نازل منه ده جميل جدًا. هابتدي إن أنا أخليه زي ما أنتم شايفين السمكة ماسكة نفسها. باشيل الراس وباشيل الأمعاء اللي فيها وباشيل السلسلة من
سلسلة الضهر منه وابتدي اخليه، لو أنتِ عايزة تاكليه في نفس اليوم اخليه وكليه، لو عايزة مثلًا هتشيليه ما تحطّوش برّه المطبخ خالص، خلاص هو أنتِ مجرد ما فتحتِ عليه أنتِ بتشيليه في التلاجة، في الفريزر، خدي الكمية اللي تناسبِك والكمية اللي أنتِ مش محتاجاها حطيها في علبة وفي كيس بلاستيك وفي علبة ودخّليها في التلاجة، بتعصري عليه ليمون، ده الليمون اللي أنا بابقى شايلاه في الفريزر، لإن الليمون دلوقتي غالي، فأنا باطلّعه يا دوبك بافكّكه كده بشوية مَيّة واعصره بيبقى كإنِّك جايباه طازة بالضبط كده، وحطيت شوية من الزيت وهتاكلي أحلى سردين مخلل. عايزة تشيليه بتشيليه بقى في كيس وعلبة وتدخّليه التلاجة أو الفريزر، تمام، بيطلع معاكِ حلو أوي وجميل جدًا، جدًا. يالّا بقى لو لسه ما جربتوش جربيه وقولي لي إيه رأيِك في التعليقات. لو وصلتِ لحد هنا اعملي لي لايك وكومنت كده حلو زيكم ومتابعة على صفحتي مطبخ ملك، وقولوا لي بتتابعوني من أنهي بلد.